ومعي ايضا من هذه المستشفى نائب رئيس المستشفى الدكتور منير مراد للمزيد من التفاصيل والايضاحات. دكتور منير، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. خليني اسالك مباشره عن عدد المترشحين اللي جم في هذه اللحظات الاخيره، ويعني طبيعه الاجراءات اللي بيقوموا بيها في مثل هذه اللحظات. بيبقوا طالبين ايه وعاوزين ايه وايه الاجراءات اللي بتحصل لهم؟ هو حضرتك عدد المرشحين اللي تقدموا خلال من اول يوم لحد اخر يوم اللي هو كان امس حوالي 490 مرشح، وتم الكشف عليهم وجري حاليا تسليم النتائج الطبيه ليهم. الكشف كان بيتم في لجنه امراض بطن عامه ولجنه امراض عصبيه ونفسيه، وبنعمل لهم بعض التحاليل الطبيه زي صوره دم كامله، كشف عن المخدرات والكحوليات. اليوم يا فندم بيتسلموا التقارير، بنشوف بعضهم بيدخل ناحيه المعامل، يمكن بيتابع النتائج بس او كده. لا، هم بيبقوا قلقين شويه، عايزين يعرفوا النتيجه قبل ما تتسلم لهم، بيسالوا بعض الاسئله يعني في المعمل او حاجه، وبعدين النتائج دلوقتي بتتسلم. كل نتيجه بتكمل بيستلمها المرشح عشان يروح بيها اللجنه العليا للانتخابات. تقريبا بكره الساعه 12 الظهر اخر ميعاد. الساعه 12 باذن الله اخر ميعاد اللجنه العليا للانتخابات هتقفل فيه تلقي الطلبات. بعض المترشحين يمكن اشتكوا شويه من تاخر الوقت او كده، حضرتك بتشوف ده ازاي؟ تاخر الوقت من ناحيه يعني بيقولوا ان 72 ساعه ده وقت كتير، وانه المفروض ان يعني ده مضيعه للوقت. لا، هو حضرتك بعد ما بيكشفوا في بعض التحاليل بتروح المعامل المركزيه اللي هي الكشف عن المخدرات والكحوليات، دي بتاخد وقت في التحليل على بيت بتظهر النتيجه عشان تكون دقيقه، ده اللي بيأخر النتيجه ل 72 ساعه. البعض كمان يتكلم عن يعني اعاده دفع الفلوس مره ثانيه لاجراء الكشف الطبي. دي حاجه اللجنه اللي محدداها. الاول كان مرشح في الدوره الاولانيه دفع 4200، الدوره الجديده اللي بيترشح لاول مره دفع 2850، اما اللي كان دافع في المره السابقه 4000 دفع 1850 جنيه. مستمرين للعمل لامتى يا فندم؟ احنا مستمرين لحد اخر المرشح ناخد النتيجه بتاعته، حتى لو في بعض المرشحين جم متاخر لازم نسلمهم النتيجه.